رحلة البحث عن الذات قد تمر عبر سنين شداد، ترحال من وإلى هناك، من فرنسا وتركيا فبلجيكا حيث استوى ثم استقر الحال. كانت رحلة الدول الجزائري سفيان هني. جاء في الأثر أنه كلما صعب الترحال سهل المستقر. في بلجيكا كان المستقر، فيها كانت رحلة البحث عن الأهداف أهون من رحلة المتاع والسفر. 17 هدفا، 7 تمريرات حاسمة مع ناديه الأسبق مالين جعلته يختار الأفضل على الإطلاق في الدوري الموسم السابق. سفيان هني أحسن لاعب في بلجيكا، أحسن لاعب عربي وإفريقي هناك. على المستوى الشخصي من حيث الإحصائيات الموسم الماضي كان الأفضل لي. توجت على أثره ب3 ألقاب فردية وأنا فخور جدا بالموسم الرائع الذي أديته. لسفيان هني قرين شبيه له، ترك فرنسا بعدما أغلقت أمامه بعض الأبواب إلى إنجلترا الترحال، وفيها فتحت له ما أغلق من باب. رياض محرز وسفيان هني مسيرة متشابهة، ألقاب فردية متشابهة، بلد منشأ وأصل واحد. مع نونت الفرنسي لم تهيأ له أسباب النجاح، فاختار الرحيل إلى تركيا ثم التألق في نادي مالين البلجيكي. نانت الفرنسي رفض تجديد عقدي هناك. الأبواب في فرنسا أغلقت أمامي. العروض التي وصلتني لم تكن في المستوى من أندية مغمورة جدا، وهذا ما دفعني للرحيل عن فرنسا. على طبق قدمت له الشارة قائدا للفريق مباشرة في أول موسم له مع أحد أعرق الأندية البلجيكية أندرلخت. سفيان هني الظاهرة في الدوري البلجيكي. هو لاعب جيد واغتنم فرصة التألق مع أندرلخت. أعتقد أنه سيسجل الأهداف ويمنح الانتصارات. سفيان هني ينتظر التألق مع المنتخب الجزائري في ظل المنافسة الشديدة في خط هجوم الخضر. المنافسة جيدة في كل فريق. صحيح أنها كبيرة في هجوم المنتخب الجزائري، هذا الأمر إيجابي ويدفع كل لاعب لبذل جهد مضاعف. شعبية كبيرة يحظى بها سفيان هني هنا في أندرلخت وفي بلجيكا عامة، اللاعب الذي جاء من بعيد في طريقه نحو مزيد من التألق.